فيديو صدم المسلمين عبر العالم. فيديو مستفز يظهر إجبار فتيات وسيدات مسلمات على خلع الحجاب أمام مدرسة فرنسية في مشهد يعكس أحد أشكال الإسلاموفوبيا في فرنسا. أظهرت مقاطع مصورة أن سيدات محجبات في فرنسا يتم إجبارهن على خلع الحجاب أثناء دخولهن المدارس. أظهرت اللقطات المصورة سيدات وفتيات محجبات مسلمات يتم إجبارهن على خلع الحجاب قبل دخول إحدى المدارس الفرنسية. نشر حامد العلا على صفحته بتويتر مقطع الفيديو وكتب عليه قائلا: أسأل الله أن يخلع رأسك من جسدك يا ماكرون. إجبار المحجبات على خلع حجابهن قبل دخولهن المدرسة في فرنسا. وتعتبر المدارس الفرنسية أن ارتداء الفتيات أو السيدات للحجاب هو في الحقيقة هجوم ضد فرنسا، ومن ثم تفرض عليهن خلع الحجاب. كما يتم إجبار أولياء أمور الفتيات التوقيع على ورقة تعهد لعدم العودة لهذا الفعل الذي يعتبر من وجهة نظر فرنسا جريمة وعملا منبوذا. يشار إلى أن دراسة المهاجرين وأحفاد المهاجرين التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية كشفت أن الكاثوليكية لا تزال الديانة الأولى في فرنسا بحصيلة 29% من السكان، والدين الإسلامي يحتل المرتبة الثانية ب10% من السكان، مما يؤكد المكانة الكبيرة للدين الإسلامي في فرنسا. اليابانيون باتخاذ الإجراءات التالية: سبسكرايب، لايك، كومنت، فيفورت.